افتح lesson 2. حاضر. خلاص اخدنا الادابتيشن وعرفنا يعني ايه adaptation. النهارده هنعرف types of adaptation. types of adaptation. الاسئله دي هسيبكم تجاوبوها homework. بيقول لي in this lesson we will study types of adaptation. هنشوف الانواع بتاعت الادابتيشن. types يعني انواع. عندي two types. أول نوع عندي اسمه structural adaptation، وتاني نوع اسمه behavioral adaptation. كلمة structural علمها بحاجة في البودي، body structure، حاجة في تركيب الجسم. أول لما تشوف كلمة body structure أو أي حاجة غير كلمة body بس حاجة في تركيب الجسم نفسه، اعرف إن أنت كده في structural adaptation. طب يعني إيه بقى التعريف بتاعه، الديفينيشن بتاعه، أو what is the meant by؟ إيه المقصود بكلمة structural adaptation؟ It's a change in the body structure. لو يقرأ حمزة معايا يلا ابدأ يا حمزة. It's the change in the body structure of a living organism to help it survive. طيب هو هنا بيقول لي ان دي حاجة في تركيب الجسم. يا حمزة بيقول لي ده حاجة يا ملك إمام في تركيب الجسم، ساعدت الليفنج اورجانيزمز ان هو يعمل سيرفايف. ساعدت الليفنج اورجانيزمز ان هو يعمل سيرفايف. تعالى كده اوريك صورة وخليك يلا ركز معايا ملك إمام، ركز معايا. imagine place، تخيل ماشي. معايا كده مكان. هنتخيل المكان اللي قدامنا ده place where there are only tall trees. المكان ده ما فيهوش غير tall trees بس، أشجار عالية. الصوت كده واضح يا رودينا؟ ايوه يا مس واضح. طيب احنا هنتخيل ان احنا في مكان يا رودي، والمكان ده بس فيه حلقة اشجار tall trees، اشجار عالية، والمكان ده بيعيش فيه عندي there are giraffes، عندي فيه giraffes بس في منهم has long neck. في منهم عنده long neck يعني رقبة طويلة، وفي منهم عنده short neck زي اللي انت شايفها تحت دي. مين فيهم اللي هتطول الشجر وتاكل الليفز بتاعته؟ اللونج نيك. اللي عندها لونج نك. يبقى مين اللي ساعدها ان هي هتعرف تاكل eat and survive وتقدر تكمل وتعيش؟ حاجة في تركيب جسمها، صح؟ امال اللي مش ايوه. هتطول بقى القصيرة دي هتحصل لها ايه؟ بص حصل لها ايه؟ will die. ما هو ما فيش في المكان ده غير tall tree. يبقى الفيرست جيراف اللي عندها لونج نيك دي will survive and adapt، هتقدر تتأقلم وتعيش. ده بسبب البادي ستراكشر، تركيب جسمها. لكن التانية تركيب جسمها ما ساعدهاش ان هي تعمل سيرفايف، عشان كده هي will die، هتموت. عشان كده التريد دي، الصفة دي نجحت وكملت وعاشت لحد الآن. احنا بنشوف جيراف ما حصلهاش انقراض يعني او حاجة. خلاص كده. طيب نرجع تاني. يبقى احنا فهمنا يعني ايه بادي ستراكشر، ده بيساعدني ازاي ان انا اعمل سيرفايف. لو انا عندي البادي ستراكشر بتاعي بيساعدني في المكان اللي انا فيه ان انا اعمل سيرفايف، يبقى ده اسمه structural adaptation. زي مين كمان اخدناه؟ البلاد فيزلز اللي موجودة فين يا حمزة؟ اللي في البيج. اللي في البنجوينز فيت. ومين كمان؟ والثيك فير اللي موجود فين؟ ثيك وايت فير اللي موجود في البولر بير، خدناه قبل كده. اي حاجة في تركيب الجسم بتاع الانيمال انا هقول عنه، او البلانت على فكرة هقول عنه structural adaptation.
اي حاجة في تركيب جسمه بتساعده help it survive and adapt يبقى ده structural adaptation. امال البيهيفير، behavioral adaptation يعني ايه behavioral؟ equal act يعني تصرف يا مالك امام، سلوك انت بتعمله، حركة انت عملتها. زي ايه الحركة اللي ممكن مالك امام يعملها؟ لو في الصيف مثلا انا على طول هلبس لايت كلوز مثلا، ملابس خفيفة، ده كده behavioral adaptation، مش في تركيب جسمي لا. اوكي يا مس. نعم. behavioral equal ايه؟ behavior لوحدها equal act ACT. ACT يعني او واضافة اس كمان في الاخر عشان تبقى بلورال، يعني تصرفات او سلوك الكائن الحي. اكيد طالما behavioral يبقى اكيد تغير فين، change in ايه يا مالك محمد؟ كمل معايا يا مالك. يا مس نعم. يعني behavioral equal act. ACT اكتبها لك. لا لا انا كتبتها. تمام. ها، equal act يعني تصرف او سلوك. قول يا مالك محمد معايا يلا. It is a change in the body in the structure of a living. behaviors. لا 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 body structure ده احنا قلناه خلاص، ده حمزة قاله، وقلنا الاكزامبلز عليها مين، وفي امثلة كتير جدا غير اللي موجودة هنا احنا اخدناها، وهنقول حاجات تانية دلوقتي. اما البيهيفيورال يا مالك يلا. It is a change in the behaviors or acts اهي of كلمة a acts living هنا اهي. تمام. of, of a living organism to help it survive ه- survive this. هقول لك انا دلوقتي، اقف معايا يا مالك كده ثانية. behavioral يعني change in behaviors or acts. امال الاستراكشر change in the body structure. شوف التعريفين الاتنين زي بعض بالظبط، الاختلاف في النقطتين دول. لو structural يبقى body structure، لو behavioral يبقى behaviors or acts. ممكن تقول دي او دي، واحدة منهم عادي، بس خليك عارف ان الاتنين equal بعض، هما نفس المعنى. وباقي التعريف زي ما هو change in the behaviors or acts of living organisms to help it survive. هي بتعمل سلوك، الكائن الحي ده بيعمل سلوك أو تصرف يساعده إن هو survive. زي مين أخدناه؟ كمل يا مالك. Dessert. مالك يلا على طول يا مالك. هما الاثنين عارفين المية. مالك محمد. Example, desert lizard looks for shade area فاكرين طبعا during. الديزرت ليزرد اللي كانت بتدور على شيدد اريا ان هي تستخبى فيها كده تحت الروك، اندر الروك، علشان ايه؟ تبعد عن الهوت ساني داي، الايام الحر قوي دي بتحاول تعمل هايد، تستخبى. وايه كمان؟ During hot sunny days. migration of some animals. تعالى كده نشوف يعني ايه migration، هوريها لكم صورة. مم. دي المايجريشن. شايفين الشكل ده؟ الطيور وهي مسافرة بعيد كده، رايحة بتنقل من مكان لمكان. اه. شايفين الكلام ده؟ ده behaviors، ده تصرف، ده سلوك هي عملته. لقيت الدنيا برد مثلا في المنطقة اللي هي عايشة فيها، بتتنقل تروح مكان تاني أدفى شوية، يكون دافي شوية، ده في الوينتر مثلا. ومين كمان بيعمل ايه؟ مين يقول لي هنا البينجوين بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يعمل بيجيب بيجيب السمك. جروب كلمة جروب يعني بيتجمع مع بعض. شايفين التجمعات دي؟ اه. بيتجمع مع بعض جنب بعض كده، بيعمل ستيك، يلزقوا في بعض كده ويكونوا ليه؟ جروبز كده توجذر جنب بعض جنب بعض. ليه؟ علشان لو البينجوين ده عشان staying عشان لو alone. ايوه قول يا اسيا.
علشان to keep warm. ايوه يس، علشان هو لو لوحده يا اسيا lose heat quickly، هيفقد الحرارة بتاعت جسم هيفقد حرارة جسمه بسرعة جدا لو لوحده. لو في تجمعات اللي شبه كده لا، مش هيفقد حرارة جسمه. وكمان بيعمل behavior احنا ممكن نكون شفناه وما اخدناش بالنا. شايفين الموفمنت، الحركة بتاعته بيحاول يتحرك، شايفين بيعمل حركة، بيتحرك. يعني هو مش عامل جروب وواقف مكانه، لا بصي انت اللي هتلاحظي ان هما بيتحركوا كده، شايفين أيوة. الحركة أيوة. بتاعتهم دي كمان behavior. الحركة بتاعتهم دي behavior، سلوك عمله، مش حاجة في تركيب جسمه، لا ده behavior or act. خلاص كده تمام. تمام يا حبيبي. تمام. فهمنا يعني ايه behavior. طيب البيهيفير خلاص عرفنا وشفنا امثله كتير جدا. المايجريشن ده مهمه جدا فيها، المايجريشن بتاعت الانيمالز، ان الانيمال بيهاجر من مكان لمكان، سواء كان المكان ده فيه خطر او فيه مثلا قله طعام، مثلا ما فيهوش اكل، بيحاول يعمل هجره عشان يلاقي دفء مثلا. المايجريشن دي ليها اسباب كتير جدا، بس هي تعتبر بيهيفير، بيهيفير اور اكت، تصرف او سلوك. خلاص كده. بيقول لك انت هتشوف بقى types of adaptation دي in some different animal، هتشوفها دلوقتي حالا في animals كتير يا رودينا. رودينا انقل الصفحة اللي بعدها. الفينيك فوكس يا رودينا، هنتكلم عن، هتقولي لي الهابيتات بتاعته، مكانه بيعيش فين. هنتكلم عن الاستراكشرال ادابتيشن والبيهيفيورال ادابتيشن. يلا يا رودي. It has a tan-colored coat, نتكلم عن sandy-colored الهابيتات fur. الاول يا رودينا. الهابيتات هو بيعيش في الديزرت. هوت، بصي بقى بتفرق. هوت دراي ديزرت ده مش بس صحراء عادية، ده حار جدا وجافة، يعني الأكل فيها قليل جدا. ركزي بصي، لأن انت من الهابيتات هتكتشفي ان هو هيعمل أصلا ادابتيشن ليه. يعني هو بيتعرض لإيه عشان يعمل ادابتيشن؟ بيتعرض لحرارة وبيتعرض لجفاف. خلاص. طيب الاستراكشرال ادابتيشن يبقى هركز في تركيب الفينيك فوكس. شايفين الفينيك فوكس شكله جميل جدا، شايفين عامل ازاي؟ مين لاحظ الاستراكشر بتاعه ايه، البادي ستراكشر بتاعه؟ مين يقول لي ايه المميز فيه من بره كده؟ أقولي قولي يا الناس رودينا. اللي مميز. رودينا، ها. اللونج ears. يس، extra long ears. what is the هذا function of عشان ears؟ يسمع. اللي عارف عشان بس. يسمع الفريسة ثانية بتاعته. ثانية ثانية، مالك إيمان عندك إجابة؟ عشان يسمع الفريسة بتاعته. يس، عشان يسمع. أنا ماليش دعوة، هو هيسمع ويسمع حاجات كتير جدا. هو مش هيسمع بس الفريسة، ده هو هيسمع حاجات كتير جدا، وهيسمع البريديتور وهو جاي ناحيته، هيسمع حاجات كتير. يبقى الوظيفة الأساسية زي الرابط برضه. الهيرنج. يس، هيرنج دي وظيفة أساسية. بص شكل الفينيك فوكس، بص الشكل بتاعه ده، تحس ان هو لون الساند، لون الرمل، او البراون شوية، او تان كالر. فاكرين الكلمة تان كالر؟ كوم. يس. يس، يلا بينا نرجع تاني. كملي يا رودينا. اول حاجه في الاستراكشر بتاعه ان هو هنتكلم عن الفر بتاعته او الكوت. يلا يا رودي. It has a tan-colored coat, a sandy-colored fur على فكره that معنى كلمه تان بقولها تاني يعني براون، عشان لو شفت كلمه براون ما تقولش لا هو ما كانش لونه براون، براوني شويه. تمام كملي. طيب ليه يا رودينا؟ انا لما اجي اقول لك اتكلمت على ايه يا حمزه؟ على color، tan color، sandy color. انا كده بتكلم على لون. لما يجي يسألني يقول لي give reason، هو ليه عنده اللون ده في الفرو بتاعه، في الفر بتاعه؟ هتقولوا له ليه؟ to hide and الإجابة اللي هي المعروفة على طول، لو أنا مش حافظ حاجة أو مش عارفها هقول to hide and blend in with the surrounding environment. دي إجابة أهو،
او to ايه يا رودينا؟ هنكتب هنا كده كلمة to. لما تجيلي دي give reason، السؤال بتاعها كده هقول له to، كملي يا رودي. to provide وهشيل to الاس. ها، أو مثلا ممكن تقول to blending in to Sunday. blend. مفيش to blending. to blend and hide. to blend and hide هيقولها لك صح. صح جدا. هنا بيقول لي to provide camouflage and to hide in a sandy أو rocky environment. براحتك بصي give reason what happened. براحتك جاوبي بفهم. to hide and blend صح. to camouflage صح. to provide camouflage صح. كل الإجابات دي المهم يكون في مضمون هو ليه لونه كده، ليه لونه ربنا خلقه كده. كلمة structure يعني تركيب ربنا خلقه بيه. طيب، وايه كمان نمبر 2؟ ايه الفايده بتاعته في الاجابه كمان اهي؟ بصي الاجابه دي protect protect it. كملي from. from the hot sun. كمان الفر ده بيحميه من حراره الشمس لان هو في هوت ديزرت. انا مش بقول لك ركز في الهابيتات عشان تعرف انت هتجاوب تقول ايه. الفر بتاعه ده هو بيحميه، كمان وجود الفر نفسه او الكوت نفسه بيحميه من الهوت ساني داي. طب ولونه بيساعده ان هو يعمل هايد اند بلند ان. خلاص كده. طيب نمبر 2 في الاستراكشر بتاعت البادي بتاعته عنده ايه كمان مميز يا رودينا؟ It has extra large ears to ears. help. ممكن تيجي لحد كده ويقول لك هو ليه عنده has extra large ears. give reason. اديني سبب ليه ربنا خلقه بالاستراكشر ده. to الإجابة to. To help it lose the heat to بصي cool ممكن its اقول body. ايه اهو، هشيل دي خالص. to lose the heat عشان يفقد الحرارة and cool its body ويبرد يا مس جسمه. نعم. can I read؟ اتفضل. حاضر يا حبيبتي، خليكي حاضر. هفهمك دي بس يا آسيا. طب مين يقول لي هو ازاي بيعمل بالاكسترا لارج ايرز lose temperature او lose heat؟ مين الشاطر اللي يقولها او يفكر كده يتوقع هو ازاي ودانه هتساعده ان هو يعمل lose temperature؟ عارفين الفان المروحة؟ أي ها، انا قلت كلمة وهيعمل ايه هو بقى بودانه؟ هيهوي بودانه. شفت انت لما تمسكي ورقة وتقولي الجو حر قوي وتهوي بالورقة بتاعتك كده تجيبي هوا بيها؟ أي هو من حركة ودانه بيجيب هوا على وشه، بيهوي على الوش بتاعه. ها، بيعمل هوا، فبكده بيفقد lose heat to cool its body. ومش بس كده على فكرة، في behavior بقى بيعمله عشان برضو يبرد الجسم بتاعه to cool its body. ايه البيهيفير يا آسيا؟ نعم اتفضلي قولي. أقرأ. اه يا حبيبتي، البيهيفير والادابتيشن. ثانكس يا رودي. It can like dogs to cool its body where it takes up to يا شايفين؟ أيوة شايفين ده الفينيك فوكس وده الباروز بتاعته. هو موجود في البارو بيلهث اهو، بيعمل بينتس. ايه يا اسيا؟ يبقى احنا عرفنا ان هو بينتس. يعني ايه بينتس؟ لايك دوج. طب ليه بيلهث؟ هو اكيد عشان يطلع الحرارة اللي جوه. لما اسالك واقول لك ليه يا اسيا جيف ريزن، علشان ايه؟ to cool its body. دي الاجابة to cool its body. طيب هنا بيقول لي معلومة حلوة جدا. طب هو بيعمل كام بريث؟ يعني كام لهثة؟ ها 700 per minute. 700 per minute. ده behavior، ده act، ده سلوك يا ملك إمام بيعمله علشان يبرد جسمه to cool its body. طيب وإيه كمان يا آسيا؟ and behavior بيعمل إيه كمان؟ it lives in live in burrows. ليه بيروح ليه في الباروز زي ما انت شايفة هنا كده او زي ما شفنا في الفيديو؟